نظرة، كلمة، إعجاب. جمال البدايات يا معلم. بداية أي حاجة جميلة زي الرحلة بالظبط. وانت رايح الرحلة بتبدأ تشوف شخص جديد، حد جديد، حاجة أول مرة تعملها، بتبدأ تنبهر وتبدأ تشوف اللي قدامك من غير أي فلاتر، كأنه كامل مكمل، كله عاجبك من غير ما تعرف عنه أي حاجة. مش شرط يكون ده حب انت بتسميه حب، ولكن هو ممكن يكون احتياج، هروب من وحدة، إعجاب باللي ناقص عندك، أو تتعلق علشان هو حسسك إن أنت مهم. ودي المرحلة التانية. بعد كده تحاول تتأقلم على كل جديد عليك، بدأ يظهر منه بعض الحاجات اللي ما كنتش واخد بالك منها. تبدأ تقدم تنازلات وتعدي، مش علشانك، علشانه هو. العلاقة دي بالنسبة ليك حلم أنت عايزه يكمل ويتم، بس في الحلم ده أنت مش بتخسر حاجة غير نفسك. ليه؟